يا مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب وبصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نعمل الزبادي البيتي الخطير ده يا جماعة. بصوا، وفرنا كتير جدا. عملته بكيلو الا ربع لبن الكمية دي كلها. طبعا احنا عارفين كل حاجة زادت والاسعار زادت بشكل مش طبيعي، فتيجوا بقى نعمل كل حاجة في البيت. هنوفر كتير وحاجة طبعا نضيفة. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه جبت كيلو الا ربع لبن وكوبايه زبادي ومعلقتين كبار لبن بودر، مفيش لبن بودر مش مهم. وكوبايه ومعلقتين سكر. انا بحط سكر في الزبادي وانا بعمله عشان ايه الولاد ياكلوه على طول، ما نحتاجش يعني نحط سكر كمان. بس كده حطيت بقى علبه الزبادي وهحط اهو اللبن البودر، بيدي برضو طعم حلو قوي في الزبادي. واضربه بقى كده في الخلاط او الكبة، اي حاجة عندك، او بمضرب اي حاجة، ضربتين كده بس. وبعد كده هحطهم بس في الكوبايات. سهل جدا وبسيط ومفهوش اي حاجة. هعمل بقى نص اللي هو ابيض كده، والنص التاني هحط عليه بقى صوص من الفراولة عشان نبقى عملنا نص كده ابيض سادة، والنص التاني بصوص الفراولة. طعمه زي اللي احنا بنجيبه بره بالظبط، والله جربوه وسهل جدا مفهوش اي حاجة. وهنعمله كمان في رمضان بس بطريقة برضو وطرق تانية، نحط بقى فيه فاكهة، قطع فاكهة، او نحط فيه حاجات تانية هنشوف بقى. فاضوا حبة حطيتهم في الطاجن. بعد بقى ما نصب الكوبايات كلها اللي احنا عملناها، هنبتدي بقى احطهم في صينيه كده، وهسخن ميه في الكتل، وهحط نصها سخن ونصها بارد. يعني انا مش عايزه الميه تبقى سخنه قوي، يعني هي وسط، مش سخنه مغليه، لا انا زودت عليها ميه ساقعه، مش عايزاها سخنه قوي. بعد كده هكون مولعه الفرن قبليها ب10 دقايق كده، الفرن يسخن، وهغطيه كده بفوطه وهدخله الفرن. بصوا يا جماعه، يعني بصوا انا هقلب لكم الكوبايه كده دلوقتي ومش هيقع، يعني مش خفيف ولا حاجه، لا بصوا سمكه عامل ازاي. خطير يا جماعه، جربوه ورب تكون الحلقه عجبتكم. وان شاء الله استنونا في رمضان، وهنعمل تجهيزات رمضان، وهنعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله مع بعض في رمضان. يلا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وباي باي.